مساء الفل. عمرك شفت حد بيموت من كتر الأكل؟ أو شركة بتفلس عشان جالها فلوس كتير فجأة؟ أهو ده بالظبط اللي حصل للنادي الأهلي الموسم ده. الأهلي خرج بموسم كارثي، خسارة دوري وخروج من أفريقيا، وحتى مركز مؤهل لدوري الأبطال مفيش. الجماهير بتبص على القايمة وبتقول إزاي؟ ده احنا معانا تريزيجيه وزيزو وبن شرقي وبن رمضان وشريف. الإجابة يا صديقي مش إن اللعيبة وحشة، الإجابة بتتلخص في جملة واحدة مرعبة: سوء إدارة الوفرة. كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وتعالى أقولك إزاي كتر النجوم بوظ الطبخة. بص يا سيدي، في علم الإدارة في حاجة اسمها مفارقة الاختيار. يعني مثلا لما تروح محل وتلاقي قدامك 50 نوع جبنة، دماغك بتتشل وما بتعرفش تشتري. ده بالظبط اللي حصل مع الدنماركي ياستروب المدير الفني للنادي الأهلي. لما الإدارة في الصيف والشتاء نزلوا الميركاتو بشوال فلوس وجابت جلاكتيكوس جديد، أسماء رنانة تجري ريق أي مشجع. بس الكورة يا صديقي ما بتتلعبش بالأسماء، الكورة منظومة وتوازن. وتعالى نقسم المصيبة لأربع حتت. أولا، صراع عازف البيانو. في الكورة أنت محتاج لعيبة تعزف على البيانو، ولعيبة تانية تشيل البيانو على كتفها عشان العازف يوريك فنه. الأهلي الموسم ده اشترى 7 عازفين. تريزيجيه نازل وهو شايف نفسه النجم الأول، زيزو جاي وله مكانته، بن شرقي عايز الكورة في رجله. النتيجة: مفيش حد عايز يجري من غير كورة، مفيش حد بيعمل ضغط عكسي، والمنظومة اتحولت لجزر منعزلة. كل واحد عايز يعمل لقطة يثبت بيها انه الأحق بال90 دقيقة. تاني حاجة: تدمير الانسجام العضوي. اي فريق بطل بيبقى عنده سيستم. الظهير بيباص للجناح وهو مغمض لانه حافظ تحركاته. الوفرة الزيادة خلت المدرب يقع في فخ التدوير الإجباري، لازم يلاعب ده عشان ما يزعلش، ويقعد ده عشان الإعلام ما يعلقش. النتيجة: الأهلي ما بقاش عنده تشكيل ثابت ولا هوية تكتيكية، كل ماتش بتوليفة جديدة، واللعيبة تاهت في الملعب. تالت حاجة: قنبلة أوضة اللبس. أوضة لبس الأهلي طول عمر ميزتها الطبقية المستقرة. كباتن الفرقة معروفين، سقف الرواتب معروف. لما تدخل كم النجوم ده فجأة برواتب فلكية، السيستم النفسي باظ. اللاعب القديم اللي شال النادي سنين حس بالظلم، والجديد نازل تحت ضغط مرعب، والبديل بقى قنبلة موقوتة مستنية تنفجر. والنتيجة: الروح غابت وحلت مكانها الفردية. رابع حاجة: الكارثة الدفاعية. من كتر ما الإدارة والمدرب اتشغلوا بحلاعب كل المهاجمين دول ازاي، ناسوا ان الدفاع هو اللي بيكسبك بطولات. والنتيجة: الدفاع انهار والأطراف باظت بعد إصابة بالعمري وتراجع الباقيين. ولما واجهنا فرقة منظمة ومستقرة زي بيراميدز، اتكشفنا وخسرنا بالتلاتة. في النهاية الأهلي مشكلته الموسم ده ما كانتش قلة جودة، إنما مشكلته كانت إنه اشترى أغلى وأحدث قطع غيار في السوق، بس معرفش يركبها في موتور واحد. من الآخر اشترى نجوم بس نسى يشتري فرقة. قولوا لي في الكومنتات، تفتكروا مين يتحمل المسؤولية الأكبر؟ المدرب، الإدارة، ولا اللعيبة اللي غابت عنهم الروح؟ وما تنسوش متابعة، لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.